آخر نقطة في هذه الأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة: المواقف المربية. المواقف المربية. بعض الأبناء لا يحبون التوجه مباشرة: افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، ودائما ما يشتكي: إن أبي يعاملني كالطفل الصغير. أو البنت تشتكي: أن أمي لم تدرك أنني أصبحت كبيرة وعاقلة. فلا بد أن تعلمهم بطريقة غير مباشرة. من الممكن أن نعلمهم الصدق، ونعلمهم الأمانة، ونعلمهم الشجاعة عن طريق المواقف المربية، ألا وهو الاتفاق مع الزوجة في موقف معين وسيناريو معين أن نقول كذا وكذا أمام الطفل، حتى نعكس هذا الموقف على هذا الطفل ونعلمه المبادئ الإسلامية القويمة الحسنة، لأنه لا يريد أن يوجه توجيها مباشرا، خصوصا مرحلة المراهقة.